السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة بقى هنتكلم على مشكلة مهمة جدا بتواجه ناس كتير، وهي كساح عند البط. المرض ده مش بيأثر على البط، بيأثر على نموه، بيأثر على صحته، مش بيأثر على الحركة بتاعته بس. فلو انت عندك بط فالفيديو ده مفيد جدا ليكي. ما تنسوش اهم حاجة تشتركوا في القناة. الكساح بيجي بسبب نقص الكالسيوم والفسفور والفيتامين فيتامين د. تعالوا بقى اقول لكم انا كنت بعمل ايه. كان عندي البطه السمراء دي ما كانتش بتمشي خالص. تعالوا بقى اقول لكم انا كنت بعمل ايه. ده قشر بيض كنت بنشفه وبطحنه كده. قشر البيض فيه نسبه عاليه جدا من الكالسيوم. بيمنع الكساح تماما وبيقوي عظام البط. الافضل انك تخلطيه على العلف او الدشيشة. ده كان علف ودشيشة وعيش. ما يقدرش البط هو سليم عشان ما يتعودش ياكل البيض نفسه، يعني متحطوش هو سليم كده عشان ما يتعودش ان هو ياكل البيض. تطحنيه كويس عشان ياكلوه. انا كان عندي البطه السمراء اللي ورا خالص دي ما كانتش بتمشي خالص. الكساح بيمنع، يعني بيمنع النفس. كانت نفسها مسدودة جدا، وكانت لما تعوز تاكل كانت تنيها تنط كده عقبال ما تروح تاكل. فانا كنت بحط لهم قشر بيض. ولو انت حطاهم في عشه مثلا مكتومه ده غلط. انا بسيب لهم الباب مفتوح، بسيب لهم الباب مفتوح خالص صبح او بالليل. هما بيطلعوا بقى براحتهم ويخشوا، لازم يشوفوا الشمس. ممكن برضو انتي لما بتسيبين في مكان مفيهوش شمس بيجيلهم كساح. فانا كنت بعمل كده، بطلعهم في الشمس. وكنت بحط لهم قشر بيض. ولو مش عندك قشر بيض في حجر الجيري، ده ممتاز جدا للكالسيوم. برضو ممكن اسهال، من كتر الاسهال يعمل لهم كساح، فممكن تعالجي الاسهال. ممكن تضيفوا فيتامين د في المية او العلف. ونخلي البط يتعرض للشمس ان شاء الله ربع ساعة في اليوم، الشمس بتاع الصبح دي. لو بقى البط عندك يعني كساح عنده شديد خالص، ممكن تروحي لدكتور بيطري عشان يديله حقنة او يحدد لك العلاج المناسب ليهم. اول حاجة نخلي البط في مكان نضيف، في تهوية، ما يكونش مكان ضيق لان ده برضو ممكن يأثر عليهم. نزود الكالسيوم والفسفور في الاكل، ونسيبهم يتعرضوا للشمس بانتظام. لازم تعرفي ان الكساح مرض ممكن تتجنبيه بسهولة. ما تنسوش تدعموا القناة باللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد عن تربية البط. واستنوا في فيديوهات تانية مهمة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.